ما يحاسبك على بس اذا نار. رقم زايد ليش ما يكتب؟ وشغله بالفصل التاسع هو نوويه نووية ما يحاسبون عليه. مو بس ما يحاسب على المسائل مالته ثابته ما تتغير. يعني الفصل التاسع مستحيل يغير به مسألة. يعني النواه نفسها تنزل. واكثر السؤال المهم بالفصل التاسع هاي السنه مالت اذا علمت ان نصف قطر النواه هذا كلش مهم. هذا مالت النواه المجهوله لازم نطلع العدد الكتلي مالتها هذا كلش مهم. زين الفصل الاول العام كان بربط مختلط. هاي السنه يعني ربط المختلط شويه عازل مجهول لو توالي لو توازي سهل. عازل مجهول بعد الدور الاول سهل احسبها علي الدور الاول سهل بس اذا وصلت الدور الثاني راح اشوفها كل صعبه. هسه انتم مو دايخين بالاشتقاقات؟ مو راجعين بالاشتقاقات؟ اشتقاقات عن تعال احسبها. لا ليش تترك؟ صح. هسه انا خليك مترك. الفصل الاول ما بي ولا اشتقاق. حتى هذا مال اثبت التوالي والتوازي. تعال على الفصل الثاني اقرا لي اشتقاق واحد اللي هو مالت عنده دوران الملف. اي عنده دوران الملف هذا واحد. هاي والله احسبها ما خليني نتجاوز الخمسه. هذا واحد. تروح الفصل الثالث عندك اشتقاق الرابطه الحثيه والسعويه. رابع ما بي. الخامس البصريات الفيزيائيه. السادس السلوك المزدوج. انا هاي ما عندك ما عندك واكو مو اشتقاق مالت مبدا اللا دقه. هو بين الاشتقاق والمساله افترض ان الطاقه الحركيه شيء هذا واحد من المهم. الخامس مال شو اسمه؟ راح من البال. بصريات. لا هو البصريات. ايوه البصريات الخامس. فاصلة الهدى باشتقاقها. لا هذا مو اشتقاق فاصلة الهدى. اي صح اشتقاق فاصلة الهدى. اشتقاق فاصلة الهدى بجوة العام. شوف انا اقول لك على شغله انا ما مرشح اشتقاق الدور الاول. الدور الثاني اشتقاق. هسه تقول ليش يشيل الدور الاول؟ لانه الدور الثاني راح يمتحنون بهذا دخول شامل. زين انت بالدخول الشامل يعني انا من نهايه الحسابات كل صريح. الدخول الشامل دواعي سياسيه صار. اي والله دواعي سياسيه. شوف عليهم والله محمد. هاي الكل احنا ندري والله حسيت ضميرك استاذ. الدخول الشامل زين. انت الدور الاول راح يتنافس عليه 750,000 طالب. راح طبقت الهندسه والطبيه والعلوم. زين انا شلون بالدور الثاني هذا ما عندي مجال بالطبيه. شو اسوي؟ شوي صعب الاسئله. شلون ما صارت عام 2020 و21 23 صار. شلون انا اقول لك؟ بال20 كانت كورونا فعدفوا نص المناهج. لكن الدور الاول بحيث معدل 99.3 ما لحق باي شيء طبي. لا اسنان لا صيدله. قبضت. بالدور الثاني جابوا له مساله تنحل. ليش؟ على مود تنزل شنو؟ المعدلات. وبال 23 هم هيك انحلت. فهاي السنه هم تنحل، فانت استغلها من الدور الاول. حرام ما تتفكر بشيء اسمه زين؟ بس مراجعه المراجعه شنو الموضوع؟ شنو مراجعه؟ المراجعات المركزه مو بس ما اقدر احكي انا مشكله صغيره. انا واحد من الناس اللي مسوي مراجعه مركزه. شوف المراجعه المركزه شنو شغلها؟ المراجعه المركزه هي انه انت قاري منهج كامل يلا تقراه. مالت باور مالي يطلع لك واحد ويقول لك المراجعه مالتي جابت 100 و120. هسه احنا بمكان مقدس كان انا فشلت. والله العظيم ليش؟ بابا حرام يعني اذا يكون على طالب انا بقول لك كتاب ولا شرح الفكره 115 ورقه او 120 ورقه بخط ناعم خلك المنهج كله. صحيح. هي المراجعه المركزه شنو؟ المراجعه المركزه شنو؟ المراجعه المركزه فكرتها انه انت قاري منهج يلا تقرا. زين اذا المراجعات المركزه تجيب درجه كامله، انتم ليش درستوا من بدايه السنه؟ مراجعه والله نجي على الايام الاخيره نقرا لا مراجعه ولا مرشحات. صحيح. الشيء الوحيد اللي نقدر نقول لك اعتمد عليه النظريات بس. يعني هسه انت ما قاري فيزياء مو صح؟ خصص لها 10 ايام. طلع نفسك 10 ايام. حل كل النظريات. اذا ما اخذ الدرجه كامله هاي الولد يصورون عاتب.
قل انت حكيت هاي الحكايه شو شغله كل كل مسائل شوف والأولويات. هسه مثلا انتم عندكم فصلين تضوجون من هذا الكلام السابع والثامن الكترونات الحاله الصلبه زين الكترونيات الحاله الصلبه والرياضه الذريه والليزر هذول بالوزارات تلقاها 4 اوراق مثلا يعتمد يعني لحد انا اتذكر العام كان عندي طالب اسمه يوسف اسامه طلع الاول على العراق وهذا يأجل قبل الفيزياء وهذا يأجل الفيزياء ورا الفصل السابق قلت له ستني انت مو قارن المنهج كله اقرا بس الست هسه بس اقرا وزاريات حبيبي لا لا فقرا بس الوزاريات مالته والله درجه كامله 100 وطبعا على فكره مو بس فيزياء تقدر بكل المواد بس شغله واحده اللي تقشمرون بها هسه الايام الجايه مرشحات مراجعه مركزه صحيح. يعني انا بابا بس مو اسوي لك ورقه واقول لك اعتمد عليها يعني انت وتحل انا اقول لك احنا طلاب ما نحتاج انا اقول لك على شغله انا مو دا اشرح موضوع اكتب ويا الموضوع اقول لك مهم بس ما بس هذا شرحته لا اكيد كله حتى المثال ما توقع بس هسه اكو مثلا بعض الاساتذه الصخانه هذا مرشح دير بالكم عليه يخلي الطالب يركز عليه لا يركز عليه حفظه حافظ هاي مصر هاي مصر لا كلها كاتب عليها مرشح وكلام الله صحيح. كلام الله طبت المحاضرة صحيح. يحتاج سؤال الدور الثالث اكو ولا لا؟ ولا كدور تحميد. حتى يشمل الدور الاول؟ وانت من اسفك لا مو انت يعني خلينا اقرا كيمياء واحد دور ثاني ما عنده امل به يعني دور اول دور ثالث بس هذا شنو هذا؟ لا بس هو انت على الدور الاول راسا انا مقسمين يعني واحد بس مواد زين استاذ سؤال استاذ اذا مثلا 9 طلاب يا فصل مثلا هو ما يلحق يا فصل يتركه رابع المحذوف كان؟ لا هو موجود ثاني سؤال هو الرابع. العام اول العام كان السبب الثامن والتاسع. شوف با حسن تمام لاحق اكثر اذا تكون قارن اول 3 فصول انا اعطيك الفيديو اقول لك 3 نعم من الرابع للتاسع اقرا بس الاسئله هاي من يا سنه استاذ انا الثامن والتاسع. من 2013 من يا سنه من 2013 24 23 اي جافيات يعني اصلا تجيب درجه اكثر من الكامل درجه كامله من 13 هو الدور الاول. استاذ الثامن والتاسع تاركني. شنو؟ الثامن والتاسع تاركني يعني اجيب درجه؟ السابع اقرا تاسع العام مو عليه 10 درجات تاسع العام ما جبت عليه مساله هاي سنه تجي تاسع تاسع 10 درجات تاسع يعني التاسع هو مساعده تدري تسوي بالوزارات 3 اوراق بس اقرا يعني حرامات الفصل التاسع من الفصول السهله جدا نسبيا تجي عليها سؤال 100% يعني كلامنا اي نسبيا انا هسه طلع من عندها 5 اسئله بس ما الذي اضافه النظريه النسبيه فرضيات فرضيه اينشتاين وشو نتمناها والنتائج المرتبه هاي اكو دعافي الدنيا ما يقرا اسلام اي يعني ما له طرس والله كنت انتهيت غرفتك يعني هاي الثاني تجي توالي حنين اكو بالرنين هاي شوي يعني ما اريد اقول عليه مرشح بس مو مركزوا عليه السؤال بالرنين هذا يقول مال يتاخر منتجات الضوء يتاخر هاي ركز هذا ما يجي لا العام ولا اول العام ولا قبل رنين صار له 3 سنوات ماكو 8 سنه يجي فالرنين كل هاي بس ركز هو الرنين سهل فاذا يريد يجيب هذا ماي يتاخر منتجات اول بزاويه 45 يصير الاشاره مالته سالبه وطلعت اي هاي شوي ركزوا فيها زين بابا بس هي على مود وقتكم تقرون يعني زين شوف اكو
بالفيزياء الطلاب ضربوج من سالفتين شباب صوتكم. بس اسمع حبيبي، صوتكم يا ولد. وانا الاشتقاقات والنشاطات اكثر شيء يضوجون على الطلاب. بس يعني خلي واحد ما طول اذا لازم له ورقه وقلم او شيء، لا تتعب نفسك واحسبن عليه. باكر عقب عاتلي هاي الاشتقاقات الكومن اللي تخلي واحد يدوخك. الفصل الاول ما باشتقاقات. هاي ترى مال اثبت سي ايكوال بالتوالي والتوازي، هذا اللي كذب احنا مدرسين نسويه. اي والله والله ايش بيك؟ هسه انا راح اقول لك الفيزياء كلها تبيها 10 اشتقاقات. احنا من نجي نشرح الطلاب نسوي 20 اشتقاق. ترى اكثريه الاجتهادات شخصيه. بعض هسه والله العظيم حكايتك صحيحه. شوف قبل من بدينا 2016 17 من بدينا ندرس كان المنهج نلتزم به. بس هسه بالجديد كل مدرس قاعد يطلع افكار خارجيه وهذا. طبعا زين انا اذا ما طلع خارجي، اذا ما طلع يقول هذا راح هذا يقول يابا هذا خارجي يعطي هذا مين. اي صح. يعني اكو بعض الاساتذه تجبرونا انه احنا نخلي اسئله خارجيه. والا هو والله واستحنا بالعباس ماكو سؤال اثرائي يجي بالوزاره. ماكو سؤال اثرائي يجي بالوزاره. اذا اريد يغير لك رقم بس. اي والله العظيم قلت لك احنا بالعباس المهم هاي الاشتقاقات اللي داخلين بيها بابا. الفصل الاول ما باشتقاقات. الفصل الثاني ركز باشتقاق دوران الملف. هاي مال كوساين ثيتا بعدين تكامله وتحولها المهم. والفصل الثالث ايش بيه اشتقاقات بابا؟ اشتقاق الراده الحثيه، اشتقاق الراده السعويه، وضيف له اشتقاق هو سهل مالت الاي سي، اشتقاق التيار السعه. اي سي يساوي اي ام ساين اوميجا تي، تمام، زائد باي على 2. زين هذا الرابع ما بي. الخامس مال فاصله الهدف، فاصله الهدف. السادس سلوك المزدوج الضوء. هاي بدنا اشتقاقات. زين واكو اثبات. يعني هسه انا مدى يحضرني اللي هو مال مبدا اللا دقه الهايزنبرغ، كلش بسيط خطوتين. هو بذني خليهم قدامك بعض. هسه مضاجع الاشتقاقات هذني ذني خليهم قدامك. بس معي خليهم قدامك واكتب المرتين 3 بيدك. هسه اذا سجلوني الولد ياخذون من عندك بذني. ما عليك انت استاذ علي بقيه الاشتقاقات حبيبي. اكثر الاشتقاقات اللي موجوده بالمنهج اللي موجوده عندك هي اشتغالات شخصيه مال المدرسين. يعني مثلا او اني واحد من الناس مثلا اكو اشتقاق اللي هو اشتقاق الفارات. ماكو بالمنهج اشتقاق الفارات. ماكو هيك ما موجود. هذا بالنسبه لنا الاشتقاق. تجي نشاطات. شوف النشاطات يعني هسه انت تجي على الفصل الاول حرام تقول بيه نشاطات. يعني اكو واحد ما يعرف ايش يعني التفريق. اي والله عظيم. يعني انت اذا عرفت ايش يعني عرفت التفريق. فانا حتى من نريد نقرا نشاطات الفصل الاول تقريبا نعرفها على صفحه. يعني حتى لو جنينا سنه. الفصل الثاني ركز بنشاط القوه الدافعه الكهربائيه المحترفه الذاتيه. اللي هو اكثر واحد مهم من هاي السنه. لا هذا الحفل كهرومغناطيسي هذا اخر نشاط اللي هو اسمه القوه الدافعه الكهربائيه المحترفه الذاتيه. عافيه مال الاصبع ب4 خطوات كل سنه. زين نيجي على الفصل الثالث. النشاط اللي الدايرين يجيبه اللي هو مال راده السعه والتردد او راده الحد والتردد. اي الراده والتردد. انت اذا تقرا الاول الثاني قريت. زين هذا الفصل. الرابع ما بيه نشاطات. الخامس نشاطات تحت رقه العام راحت ولا توصل لاي نشاط. هذا مال الرابع. هو يقول لك شو اسمه ما يصير. يقول لك لا تقرا. ما بيه نشاطات. هاي اكتشاف. الخامس نشاطات تحت رقه. السادس ظاهره كروضويه. ظاهره كروضويه. والاكثر مهم مالت الثامن الاطياف. يعني هسه انت شفتي كم اشتراك صار؟ 5 تقريبا. كم نشاط؟ 5 6. هاي هذا انت ايش تسوي؟
من تقراهن تجيب اوراق خاصه للاشتقاق خاصه للنشاط 10 النشاط حرامات الضياع حرامات كلش الضياع هذا يجيب لك اختيارات. راحت عندنا نشاطات واشتقاقات نجي مساله فصل اول 100% حرامات تضيع 10 درجات زين شنو الاكثر شيء هالمره؟ ربط مختلط مستبعد. لو عازل مجهول لو توازي لو ارسي ماكو ربط استاذ. العام احترق فوت العام شوف فكرته قديم. لو عازل يعني لا عازل لا اذا عازل معلوم بعد هي محلوله. انحلت المسألة عازل مجهول توازي ارسي رني هاي السنه شوف الفصل الثاني مسألته وين؟ حق متبادل لان الوحيد اللي بيفهم اي نعم وبخطوات الوحيد اللي تجي بيه هذا زين الفصل الثالث مسألته وين؟ رنين صار له هوايه يعني صار له هوايه مال عام توالي قبل توازي رنين ها؟ هو انت ما تقدر تقرا رنين الا قبل توالي بس هو الاكثر يعني المهم اللي هو الرنين زين رابع ما له مسائل شكلات زين خامس يوم اشياء سادس بابا هي اكو فصل ما انتبه اذا اجى سادس ما يجي ثامن واذا اجى ثامن ما يجي سادس لانه نفس الشيء والسابع والتاسع اذا اجى سابع ما يجي تاسع واذا اجى تاسع ما يجي سابع انا اقول لك ليش العام اجى سابع السنه تاسع فمن اكثر الاسئله المهمه هاي السنه سادس وتاسع ليش؟ لان العام اجى سابع وثامن السنه سادس وتاسع يعني حفظيات الفيزياء ايش قد عليها؟ اكثر توصل يعني 55 ب 95 او 50 ب 90 او 60 ب 90 بس انت اذا تريد تسيطر على الكلاميات بس وزاريات شوف انا ابد ما احكي في كلمه اسمها مراجعه مركزه والله العظيم يعني لانه كلمه يعني هسه واحد يقول استاذ ليش مسوي مراجعه مركزه؟ تدري ليش؟ نكمل منهج استاذ. والله لانه هسه يقولون ليش فلان وفلان وفلان عنده مراجعه تمام مسوي يعني انا نصيحه لاي طالب دير بالك من المراجعات يعني ترى سلاح ذو حدين. عندي اقرا المنهج كامل بالساعه. شوف اذا جبتي عليه درجات كامله المدرس يصعد بس اذا ما جبتي عليه درجات انت تتاثر المدرس ما يتشذب بالقراءه تكتب جبتي على يده يتشذب ايش ما ادري تدور ورا ما ندخل صدق. انا اي والله ليش كذب هسه انا مراجعتي العام جابت 150 ادور ورا يتي لا والله اذا مثلا اضبط المنهج وبديت الامتحان المراجعه مركزه. هي مراجعه مركز اختبار نفسك فيها يوم الامتحان السؤال كلش حلو قال يعني من ارجع للكيمياء من الكيمياء يومين شكرا اللهم صل على محمد. مسائل ما تلحق لا شلون تقرا المسائل بس مسوي لك ملخصات قوانين زين هاي واحد الكلاميات شلون ترجع تقراها هي هاي عندك ملزمه وزاريه طبعا وانا افضل لا تشتغلون مدرسين وزاريه حتى انا مو عندي ملزمه اخذ ملزمه امانه انا مو قصه انه يعني احكي عن المدرسين بس كلنا نخطا بعد سنه ملزمه ناخذ الوزاره اكو ملزمه اسمها حلول كونترول طلع بيها 50 يعني هي مال الوزاره هي الوزاره مسويتها اي عافيه مال مركز الفحص هي هاي عافيه بالقول طلع حدش تعليمي ما شاء الله بتليفون استاذ ليش ما ملازم انا عندي وزاريات ليش؟ لان يصير بي اخطاء وطريقه الحل مال على الاستاذ هو ليش ما تبع طريقه الحل الوزاره واعرف الكلام الوزاري اللي موجود يعني هسه انا هذا الطلاب ايش يقولون؟ يقولون روحوا خذوا الملازم مال مركز الفحص مين؟ عدد فمن ترجع من الامتحان انت مسوي ملخص قوانين اقرا بس ملخص القوانين لين ما تقدر تحل مسائل بعد والكلاميات تقراها بس على هاي الوزاره زين واصلا تقدرون يعني انتم مو شرط تشتروها
مبالغ تقدر تحملها PDF. استاذ الدور الثاني قلت يجي صعبه، يعني من اي ناحيه يجي صعبه؟ يعني مثلا تجي مثلا تلقى اشتقاق، هاي واحد اشتراك يعني افراج. تلقى لا مو اشتقاق، بس تلقى يعني مثلا انت مملحه مثلا تلقى لك المساله مال الفصل الاول بها فكره شلون مال العام، مساله مال الفصل الثاني تلقى بها فكره شلون ما جابوها ب 2023 هذا بال 18 فولت، فكرته كانت قويه كلش. الحل الوسط انه بس استاذ اللي يريد بس 51. استاذ تبغى ترتاح استاذ، والله لا تمتحن من بدالنا احسن وحق عالي ترتاح وندعي لك قبل تدخل الجنه وحق عالي. وين احنا كربلاء تكون كربلاء؟ صالح شهرين بالاسلام صراحه خير لسه ما شايف شهر لا يوم شهر يقرا استاذ وضع يصوروا بيت هسه احنا ما عندنا مدينه. يعني دور ثالث اكو والله اكو ولا تمتحن له بس الدور الثاني يشملنا الدور الاول والله العظيم بس على مود بعد نروح نعطيكم وقت علي وياك يقول له علي وياك. جبتك من عباس والله العظيم لا يعني بهاي الفترة نيالكم انه انتم قاعد تقرون من شو مكان. والله العظيم يعني هو صار الان راح يصير ضجه يعني والله العظيم راح يصير ازدحام. احنا انا السادس 2008 2009 زين يعني السادس صريح وحاط محمد نسمع يا ولد بس قولي بالعربي شوي 55 الله مبارك فيك. انا كم كان اصلا قلت لك اياه فيزياء 100 رياضيات 100 احياء 98 اللهم صل على كيمياء 100 شيء نهايه التسعينات بس انجليزي 78 عربي 55 تقرا على محمد عويد مدرسين مدارس يعني مثلا هذا المكان اللي قاعد تقرا به انت يعني هذا المكان اللي قاعد تقرا به انت سلام الله على العباس زين يتمنى كم واحد حبيبي صلح احوالك كلنا بك ابو هاي لما ممنوع يعني مش حيعمل قاعد يا ولد ولا استاذ قاعد يسمع شيء خلصك منها. رجع لي ورا ابوي اشوفكم. اقعد اخوي تصوير سدوه ما اقتصر. لا ما اختصر. ما تقصر يا ولد. سلام الله على ها كلام وياكم مسوي؟ يا ولد مو قلنا لا احد يسوي. الشباب صف ترى هذا المكان يجون محمد يتمنون آلاف طلاب وآلاف طلاب يتمنون يجون هنا. زين هاي واحد. اليوم احنا كنا بهاي الاعمار اللي 18 17 يعني هاي تخرج وانت هاي تخرج. المهم وين حسن الكل بيك قبل اسمه هذا ما استاذ شنو مطلع من حضرتك؟ هذا هذا علي يا هذا من هذا علي المهم شباب شبيه من قلبي قلت انا ما زادت ما اجيب والله العظيم المهم فباع شباب اسكت خير يعني الكل يريد يكون نفسه يريد يصير يعني ذو شيء بالمجتمع او شيء ترى كله بعد السادس والله العظيم ايش قد ما يصير بس خلي بالك ايش قد ما يصير عمرك
اذا ما عندك شهاده سادس تكون مو محترم داخل المجتمع. يعني الامانه انا احكي لك هذا الموضوع لتجارب. ايش قد ما توصل تبقى انه انت طالب او تبقى انت شخص اعتيادي، يعني حتى نظره العالم تصير اليك قليله. بس بعد ما تكون يعني هسه تتخيل نفسك انه انت هاي الفتره القليله بعد لك اشهر قليله يتبدل تسميتك، تتبدل. يعني بدل ما يشوفك يسوي لك يا حسين علمي، اكو لقب علمي يصير قبل اسمك الدال الميم الالف. والله يمكن اكو واحد ياخذ له ضحك او شيء بس بعدين يحس بيها. صحيح. شوف ايش قد يقول لك هسه مثلا يلا نجحوا وين راحوا؟ صبوا كليات راحوا شنو؟ تعينوا اصلا باور اصلا بس الفاشل يدور عليه. والله بس اسمع لك يعني باع وحسين انا دائما احكي بس الفاشل ورا التخرج يدور تعيين. ليش؟ انا اقول لك ليش. قاعد الناجح شيء هسه انا اقول لك ليش. هسه انت راح تقول لي يعني على شنو قاعد الاسباب؟ اني تخرجت 2014 15 تعينت مدرس. اول ما عينونا قرى ورياف، انا ساكن بمنطقه اسمها الكاظميه ببغداد، فقرى ورياف على التاجير. اول ما تعين يعطوك راتب 415,000 هاي الكل اي واحد. لحد يوم 10 بالشهر انت ما عندك ولا فلوس. لا تقدر تطلع، لا تقدر تطب، لا تقدر تقعد ويا اصدقاء، لا تقدر تشتغل شغله ثانيه، لا. ليش؟ لانه ماخذين وقتك للتعيين. زين صار لي شو اشتغل؟ هسه تجي انت تقول شو اشتغل؟ الشهاده اللي تجيبها باي مشروع اهلي يسوي لك، مثلا المهندسين ليش هم المهندسين متعينين؟ مكاتبهم ما شاء الله والشركات الاهليه وهذا. زين غيره المدرسين اصلا هسه احنا نتوسل بالتربيه على ما شنو تعطينا اجازه. نشتغل بالتدريس الاهلي والدكتور بعيادته والمحامي بالمكتب مالته وما شنو. فاكثر رجال الاعمال او الناس اللي عندهم امكانيه ماديه ترى متعينين بالدوله. اي واحد متعين تلقاه قاعد بجار، اي واحد متعين تلقاه ما عنده سياره. اي والله العظيم اي واحد متعين تلقاه يعني يده ايجار. زين وهذا راح يظل طول عمره هيك. ليش؟ لان هو راح يتكيف على هالقد مبلغ مادي يوصل بالشهر. بينما اذا انا جبت شهاده وبهاي الشهاده اشتغلتها استثمار، والله قلت لك مو تعينت 2014 15 قمت اتوسل بيهم بس بطلوني لحد ما ذبينا استقاله وطلعنا. وهواي ناس هيك. فحتى بدول العالم اللي برا عليكم السلام ورحمه الله. دول العالم هسه بالخليج بحيث هم يطول الدوله على مود ما يتعينوا لان يشتغل بالقطاع الخاص. هسه واحد يسال يقول سالوا وين القطاع الخاص؟ ليش ما؟ كل شيء الشهاده كل شيء توديك. يعني هسه مثلا شويه عنده حركه بالنت او يفتهم من يسوي السيرش البحث عن فرصه عمل، راح يلقوا على الشركات قوم ما شاء الله العراق انترى الشركات يروحون عليه من ياخذون على السي في. لما يريد يقبلوك عليه من على السي في. اذا يلقاك انت صاحب شهاده وكليه وخبره وما شنو اهم شيء تحصيل الكليه. شوف تحصيل السادس بعدين ما راح تدري من تعبر السادس بعد تنسى المعدل. هسه انا مرات من واحد يسالني على معدلي بالسادس انساه اتذكر مال الكليه. اي والله لان تحصيل الكليه يفيدك اكثر. يعني تحصيل يخليك بالتعيين، فرصه تعيين لك تصير اكثر يعني بالشركات وهاي. فهذا كله يرتبط وين؟ بالسادس. يمكن البعض ياخذه بنظره ضحك او هسه امتحان ويعبر، بس تدري شنو؟ يعني انت تغير مجرى حياتك كلها. يعني هي مجرى حياتك كلها. يعني الحمد لله والشكر والشغل مو عيب. انا هسه اتذكر انه قبل كنا نشتغل تاكسي وعمال وما ادري شنو هذا، بس بعدين هي الوضعيه تلقائيا تتبدل. وانا ما تخرجت من السادس طبيت كليه. طبعا ما قبلت بالبدايه علم، قبلت كليه تقنيه تكنولوجيه بسبب الطائفيه والاوضاع حولت من على الادنى علوم فيزياء. بس هي بمرور الايام بالكليه شو الدكاتره قاموا يصيح لي استاذ
وانا بعدني طالب. فمو قمت اسمع بالاستاذ فغصبا علي انه انا شنو اطور نفسي. زين السوشيال ميديا اعطتنا حافز انه نطلع بمحاضرات وما شاء الله صارت نفس الشغله هسه. يعني هسه مثلا ذاك اليوم واحد من اعمامنا يريد يبني بيت. مين جاب المهندس؟ عن نشر باليوتيوب لقى هذول مهندسين ينشرون تصاميم وهاي. زين فكل شيء صار بتطور. زين هذا التطور انت ما تحصله الا ورا السادس. يعني الا انه تجيب نتيجه السادس. المهم هي الفتره اللي بقت قليله بس تقدرون تحققون بها وايد سوالف. انت تلقائيا طبعا هسه مثلا هذا التفكير اللي انت بيه وحده يتبدل، عقلك من وحده يتفتح. سبحان الله والله العظيم. هاي المرحله حتى بعلم النفس يحكوها، يقول لك الطالب من يتغير من مرحله الثانويه الى الكليه الى الجامعه يصير العقل اكاديمي وحده. يعني طريقه الكلام، الملبس، المظهر، حتى الشعر كله يتبدل. كله يتبدل، مو لان طالب كليه عام يروح على شغل الكليه، لا هو تلقائيا خاصه اللي طب هاي الكليات اللي شويه يعني زينه مثلا الاقسام العلميه غيره. استاذ اي والله. هسه بالنسبه للمسائل يعني اذا واحد قاريهن كلهن يعني يقرا مثلا بس فيديوهات، يشاهد مراجعه مركزه ويحفظ قوانين، كافي يعني مثلا؟ بس سؤال هو لك ما طول فتحت سالفه الفيديوهات ما انت ايش تستفاد من تبع على فيديو مال مراجعه؟ انا حافظهن وحالهن على مود استذكر بالعجل يسوي. يعني انا اصدقائي كل المدرسين فمن اجيبهم بالطريقه عادي. اذا تشوف الفيديوهات مال المراجعه كم ساعه؟ 4 ساعات زينه يعني تقدر. والتسع ساعات والعشر ساعات صارت 100. شنو السبب؟ يعني انا اقول هاي تاخذ منك وقت. زين السؤال يعني انا بحاله واحده اقول لك افتح فيديو المراجعه اذا ما تعرف تحل المساله. لا انا اعرف والله انا اعرف لها وحافظ. يعني هسه بابا راح اقول لك على شغله وانا متاكد من كل عقول الطلاب. اتحدى واحد منكم مستفاد من فيديو مراجعه. والله تمام. شلون مستفاد؟ ما اعرف عليه. الا بابا احيانا يقول ما اعرف احل المساله. اي رفع الفيديو. يعني تحديثها رسمي يعني. بس انت اذا تعرف تحل المساله ليش؟ استاذ استذكر مثلا زين بدل هذا الوقت اللي تبع به فيديو روح حل فيديو وزاريات. مو هواي استاذ الوزاريات. الفيديو ايش قد؟ اقول لك على شغله 50 سؤال. بس انا راح كليتنا اقول لك على شغله. هاي الفيديوهات ترى الغرض من عندها ترويجي. احنا مو درسناك؟ اريد بعد مثلك طلاب ندرسهم السنه الجايه شلون؟ انزل مراجعه على مود انت مو تمدحني بالتعليقات. بس اسمع والله اسمع والله انا والله صريح. انا صار لي 10 سنوات ادرس فكل هاي التفاصيل اعرف. هسه انا راح انزل مراجعه مركزه انت بالتعليقات تمدحني وعاش ايدك. ما تحق صدق ولا صدق. هاي واحد الخامس راح يسجل. فالفيديوهات مال المراجعه شلون الولد هسه يقول انا كانت المساله ما ضابطه. اي الا اذا شفت بس اذا انت ضابطه كمل روح اقرا فيها وزاريات. كمل والله العظيم حرامات يروح من عندك وقت ساعتين. الفيزياء بشكل عام 15 يوم كافي عليه. وايد 9 ايام كل فصل يوم كلش كافي. وقلت لك هذه خلطه سحريه تجيب بها 100. وزاريات حل الوزاريات كلها. اذا نقصت درجتك 99 عاتب. بس الفيزياء كل المواد. انا احكي على الفيزياء والمواد. الفصول الاخيره استاذ ما قارئ يعني وزاريات بس وزاريات. يعني بابا شباب هسه انا دابا يعني من جيت ابا اكو ناس شايله ملازم ومراجعات والله العظيم تأديك المراجعه. وين اخوي؟ حتى تنسي. بس يعني مثلا فصل ب5 افكار بالمراجعه خلك فكره واحده. ترى على فكره المراجعه من تجي عليها الدرجات تصعد المدرس ومن ما تجي عليها درجات مو تنزل المدرس. انت دمر الطالب. استاذ هي ما بيها الوزاريات كامله؟ وزاريات كامله ما بيها؟ وينك مراجعه بالوزاريات؟ انا هسه مراجعتك وزاريات. هسه انا اول ما طبيت يمكن يقول سمعوني قالوا انت مو مسوي مراجعه. والله العظيم انا مسوي مراجعه ومنزلها بس ما اقول روح اشتريها وراح اجيب درجه كامله. تدري ليش سويت مراجعه؟
يعني فلان وفلان 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 عنده مراجعه. هسه الشباب فلان احسن من عندك عنده مراجعه وانت ما عندك. وهي المراجعه المركزه. يلا هي خربت. المراجعه المركزه هي فائدتها للمطبعه. نهايه موسم طبعا ملازم كنت اشتريتهم. والله نبي فلوس ابو المطبعه عيني يسوي لي مراجعه مركزه. مو بالمطبعه استاذ بس اكو طلاب على المراجعات المركزه جابت معدلات 90. هاي نفس المدرس يذكر يقول بس قبل الامتحان شلون اراجع؟ هسه راح اقول لك. هسه انا اقول لك اعطيك مراجعه كان ما تجي بيها 100. بس ترى شو مسوي؟ بس انا شو مسوي؟ صغر الكتاب انا خالك المنهج كله. وانت شو مسوي؟ هيك كتابات صغيره. هاي واحد هاي مال اول العام زين. زين؟ خالك المنهج كله بس تبدل. استاذ لا اكو بعض الاسئله المو مهمه شوي. لا انا اقول لك شلون. خالك مسائل اسمع انا بدي اعطيك خالك مسائل ما حالي. لا مو محال حالي. بس المساله خال بيها اكثر من فكره. بحيث اي فكره تجي اقول لك هي نفسها هاي المساله. يعني بدل ما خلك مطلب واحد خال 5 مطالب. يعني باعتبار 5 اسئله وانت مجزري محاضرة ساعة وربع ومن الساعة وربع وانا دقيقة لاخر دقيقة مهم شو السالفة؟ يصدق والله ساعة شنو؟ وين ساعة وين الفكرة ما فيها. تروح تجيب لك وزاريات. والله مال مركز الفحص. استاذ دام مساعد تعليمي في جوجل طلعوا على لا ما شكلها ترى استاذ والله قلت لك كلها معجله يعني جميع واحد معجل حطان كلها معجله هنا هاي كلها فيزا عندهم كلها معجله دور الاستاذ يحكي عن زين سؤال هسه تقولكم فيه ليش ماشيين فيه؟ شرحيات اول شرحيات يعني مثلا ضابطينها بس الشرحيات انت كل فصل تسوي 6 محاضرات. هسه انت شو تسوي استاذ؟ افتح لنا دوره على الدور الثاني. على الدور الاول كيف؟ شباب صوت المفروض بس شويه الصوت. المفروض هي انت تخليها ببالك 100%. هسه انت اذا تريد تاجل الدور الثاني مو تروح تركض على الفيزياء. لا عاد شو تعرف؟ روح على العربي. عربي ماده صعبه الفيزياء ماده صعبه مو تركض الفيزياء ورياضه. يعني مثلا استاذي هذا بالدور الثاني هذا بالدور الثاني صعبات. يلعب به اللعب يتفنن. انت بالدور الثاني انا مو قصد هذا وجهه بس انت يعني هو الله سبحانه وتعالى طيب بشر عقل. الدور الثاني دخول شامل. هو هاي يعني صارت يعني انت تخيل القاعه اللي بيها 30 نفر راح يصير بيها 60 نفر. يعني طلاب استاذ ظلهم سنين 4 سنين 6 سنين ما طابين للوزاري واليوم بالدخول كل هذا اللي يشتغلون في المدرسه. زين انت الكليات بيك حاله قبضت حتى بالمدارس احس. اليوم مو كل احنا نقدر نطب كليه ليه جزء انا ما اقدر اطب كليه ليه. راح اتشنب عليه من بالحكومه. زين يا حكومه يخدم. حتى لا تستنى فانا شو اسوي؟ انزل حتى اروح اشوفك كليات بعيده. اختصار استاذ يعني الدور الاول يخلص من عنده هو من طبعا الملكيه مبينه يعني انت لا وده مو عندك دور ثاني حتى لو تطلع هي شغله اخيره شغله اخيره على مود عندكم مكتوب بابا هو شنو يعني اللي يجيب عندنا الا التسعينات تدخل الطبيه وانسان ناجح؟ بابا مجالي حدث هذا بالتسعات. وقفني يوميا نسمع بالاخبار دكتور مات على يده مريض كوما دكاتره ماشي هاي واحد يدخل كليه هندسه هو شنو زين؟ يقطعون تصوير استاذ لا استاذ هاي ذاك اليوم جسر يمنا ببغداد وقع من ورا المهم انت اخذ بكالوريوس هاي تبدا عمل شوف الله سبحانه وتعالى بس تبع عليه الله سبحانه وتعالى
انطى كل واحد طاقه. بس اخوي اسمع هاي تفيدك، هاي تفيدك. الله سبحانه وتعالى انطى لكل بشر طاقه، وقال له انت تقدر تعيش على قد هاي الطاقه طول عمرك، لا تقدر تزيد فوقها ولا تقدر تنقصها، لان انت اذا زيدت فوق الطاقه مالتك ما راح تحمل، ما راح تجيب نتيجه، واذا قللت فانت ما راح تبدا لان انت عندك طاقه عالية. شوف، فمو شرط انه اني اضغط على نفسي حتى احقق شيء فوق الطاقه مالتي، ترى ما تنجح، حتى كليه ما تجرب، والله انت مع بالك كليه سهل. المهم الله سبحانه وتعالى كتب لي انه اني احقق شيء، صدق راح تبدع بمجال. زين اهلك يريدون طبي سوف بس اسمعني، انا ابوي يريد صيدلاني وذاك يريد مهندس، وانا شفت نفسي ما انجح به ضمن كليه. هو الله سبحانه وتعالى كتب لي هاي الكليه الحمد لله وشكرا. زين ولا عنده طموح؟ اسمع سوي جسارة بس صوتك انا اريد اجيب لك اياها بالتفصيل. اكو واحد عنده هدف، واحد عنده طموح، واحد عنده حلم. زين؟ كلهم ذني ما تقدر تعبر الطاقه مالتك ابد ابد ما تقدر. شوف هسه انت اسال كليات الطب، اسال الناس اللي دوام بالطب، قول له انتم بالمرحله الاولى من دوامتوا ايش قد عددكم؟ ومن وصلتوا للثانيه والثالثه ايش قد صار عددكم؟ تدري ايش قد ناس يبطلون؟ صحيح على المرحله الاولى؟ زين؟ هاي واحد. انا داومت علوم فيزياء، كنا 111 طالب، تخرجنا 14 واحد. اي والله العظيم. لا بابا لانه المرحله شافها صعبه بطل، راح كليه عسكريه، راح فمتغيرات الحياه، كل من حسب طاقته، بدل كليه، نقل من غير كليه. هسه انتم هسه انتم الموجودين هنا صح؟ اكو بيكم كم واحد راح يداوم كليه مرحله اولى، السنه الثانيه يبدله يروح غير كليه. هذا مزاج. صديق 3 سنوات يبدل. صعبة ما يقدر فوق تحمله. عبر الطاقه مالته اللي ما يقدر له. يعني اليوم انا طالب على قده، طب هندسه صعبه. زين؟ حتى لو عبالك الكليات اللي مش بعض، فانت من تاخذ البكالوريوس باي قسم انت انسان ناجح. ابسط مثال رئيس الوزراء العراقي اللي موجود هو خريج كليه الزراعه. اي والله العظيم. زين هاي رجال الاعمال وهاي كليتهم دول اداره اقتصاد ومحاسبه واداره اعمال. زين؟ فانت من تاخذ البكالوريوس اعتبر نفسك ناجح، لان ورا البكالوريوس كل شيء تقدر تسوي. اي والله العظيم. شنو على الاسنان وصيدله ما يتعينون ذولاك هم قاعدين بالبيت. صلي ولي. زين؟ واستاذ دمار تبقى كم سنه يلا تتخرج؟ 6 سنين والله ما ادري شنو. كليه طب كم سنه؟ عود بس كم سنه يلا يقدر يفتح عياده. اذا ما ظل من الاجازه بقوه سنوات كليه. الشباب يروح الشباب. بس هذا التخصص بحدود ال 16 سنه وين التخصص والبورد 16 سنه يلا يقدر يفتح على عياده. استاذ هسه مثلا المسائل بعيد عن المسائل، مثلا من 2013 قلت لحد 23 اذا نعتمد عن الشرحيات كلها مسائل كلها. السؤال هسه المسائل مثلا مسائل سهله بس على الكلاميات حتى سهله يعني تجيب درجه بس بيه مو بس دور اول. هذا القرايه قبل ليله الامتحان شلون؟ لا بابا بابا تجيب يقرا بس وزارات لا مو بس دور اول. كلاميات ومسائل. من 13 شو شايف؟ والله العظيم لا من سنه من 2013 ليله الامتحان من ترجع من الامتحان بابا مسائل ما تقدر ترجع تاني، بس ملخص قوانين والكلاميات بس الوزارات هاي. سؤال زين قبل يوم الامتحان اروح يعني ظل ما نايم الصبح ورا قبل لازم تنام. زين تقدر تسوي فيديو على النشاطات يعني اللي قلت عليها يعني سنه وانا قاعد اسوي فيديوهات، بس انا ما انصح الطالب يبغى فيديوهات بايلين. لا يعني والله العظيم الفيديو تباعه الا بشغله انه انت ما فاهم الشغله. احنا قلنا عودنا مراجعه النشاطات بس هو قبل لا اطلع بيني سجلتهم وسجلت صوتي. خلي
خلي الولد يمشون عليه. وشغل يعني استاذ انا اليوم قرأت كيمياء حلو وجيت اقرا فيزياء ورا ما عبرت الفيزياء نسيت الفيزياء عادي ورا ما عبرت الفيزياء بس توصل الامتحان هسه جيتك ويا طفل قاعد يضربه بالطفل. يعطيك واحد من مكانه يعني شويه يعني بدي انا خالقين عليه